صباح الفل. فيديو سريع جدا للناس ستات اللي مرتبطين بنرجسيين، والنهارده متوقعين حاجه معينه في الفالنتاينز داي. طيب احنا عندنا كذا سيناريو، هقول لكم كل السيناريوهات عشان تبقوا متخيلين ايه اللي ممكن يحصل النهارده من النرجسي اللي تعرفوه. طيب اول حاجه، لو انتوا في فقرة طالعين من فقرة صمت عقابي، ده أول شرط. تاني شرط إن النرجسي ما عندوش حد يتسلى معاه النهاردة، يتسلى معاه بقى بأي طريقة، مش مهم الطريقة إيه، حتى لو كان كلام في التليفون، أي سبلاي نرجسي هياخده من حد. لو الشرطين دول موجودين، إذا توقعي هوفر بمعنى ان هيحصل مفاجأة انتي مش متوقعاها، لانه انتوا بقالكوا كتير قوي ساكتين، وبقاله كتير قوي بعيد ومديكي وش ومحسسك ان انتي غلطتي في حاجة، وطبعا انتي ما بتبقيش غلطتي ولا حاجة. فتوقعي بقى ورد يجيلك على طيارة من مكسيم باريس، توقعي دبدوب يبقى مستنيكي على عتبة البيت، توقعي مسج طويلة عريضة فيها you are my only valentine وما بحبش غيرك وانتي الحب وانتي الحاجات دي. ايا كان هيبقى فيه طريقة تعبير مفاجأة انتي مش متخيلاها ومش متوقعاها هتحصل، عشان تهزك وتبتدي تقولي ايه ده، الله ده فاكرني، ده ما بيحبش غيري. طب ايه هنعمل ايه النهارده بقى؟ طب اكلمه، طب هنخرج، طب تفتكروا هيخرجني، طب تفتكروا هيجيبني. انا مش عايزاكي يبقى عندك اي توقعات غير الحاجه اللي بتجيلك. بمعنى هو ممكن يبعتلك رساله طويله عريضه فيها كميه رومانسيه ومشاعر فيضان، تيجي تكلميه ما يردش تيجي تردي عليه ما يعملش سين اصلا، يبقى اوف لاين. تتجنني بقى، الله هو انت مش حسستني ان انا ملكة الكون؟ ايوه، في لحظة فيها انا حبيت احسسك انك ملكة الكون، مش معناها ان بقية اليوم هيبقى كده، مش معناها ان بقية حياتنا هتبقى كده، مش معناها ان علاقتنا هترجع خالص. ده منفصل، لازم تاخدوا الحاجة من النرجسي منفصلة مش مرتبطة ببعض. يعني عارفين الحلقات اللي بتبقى مسلسلات كده، بيبقى نفس الممثلين بس كل حلقة شكل، نصيبي واسمتك، الحاجات دي، بس من غير بقى ايه يعني، حتى من غير اجزاء، يعني من غير الحلقة الاولى والثانية والثالثة في نفس الحكاية. اعتبروا كل دقيقة مع النرجسي حكاية منفصلة، نفس الناس نفس الممثلين بس الحكاية مختلفة تماما، مش مستمرة، ملهاش علاقة. طيب قلنا الشرطين يتفقوا، يبقى النهارده هيبقى فيه مفاجأة، ما نعتبرهاش حاجة، انت هتاخدي الهدية، هتاخدي الدبدوب، هتاخدي المسج، هتاخدي اللي يجيلك وتخرجي مع اصحابك عادي جدا، مفيش اي حاجة. طيب تاني حاجة، ان يكون انتوا كنتوا امبارح سمنة على عسل، انتوا امبارح كنتوا الحب الشوق وبترتبوا هتعملوا ايه النهارده بالفالنتاين، وانتي ملهوفة ومورياه ان انتي مبينة قوي ان انتي نفسك الموضوع ده يحصل، وبترتبي له وكل حاجه جاهزه في دماغك وجبتي الهديه. النهارده احتمال كبير جدا الموضوع ده كله يتلغي. عمته حمقه بقى هتموت محروقه، العربيه هتتخبط، هتتنكد عليه في الشغل، هتجيله سفريه مفاجاه، ايا كان هو هيخترع حاجه علشان يكسر التوقع ده. لو نرجع للنقطة اللي فاتت، السيناريو اللي فات انت ما كنتيش متوقعة وهو ظهر، السيناريو ده انت متوقعة ومستنية فهو هيختفي بأي طريقة بقى. ممكن حتى لو انتوا مع بعض في نفس البيت هتلاقوه جه، انت محضره له ورود وشموع وعشاء على أضواء خافتة، جاي قلب بوزه، انا اتخانقت في الشغل، تصبحي على خير. ما فيش اي حاجه، عادي تاكلي العشاء اللي جبتيه وتفتحي فيلم او مسرحيه. احنا قلنا كل دقيقه منفصله. هتقولي بقى ما انا حضرت الفستان وانهيار والحجز اللي هيروح او العشاء اللي انا عملته، لا ما تنهاريش ولا تبينين ان انت
هتموتي على القصه دي، لان هو مش عايز غير كده. السيناريو التالت بقى، لو انتوا في اوائل العلاقه وهو بيظبط، هتتظبطي، يعني هيبقى في تظبيطه حلوه لطيفه بخروجه بورد ده، لان ده في اول العلاقه وبيحاول يمبرس يو بطريقه او باخرى. انجويت، ما بقولش حاجه، بس تاني ما تتوقعيش استمراريه هذا الموضوع. الكي هنا مفتاح الموضوع، مفتاح النهارده، عشان ما تكتئبوش ولا يجيلكوا احباطات ولا تتخضوا وتحسوا ان الدنيا ابتسمت لكم من اول وجديد يا نهار ابيض ده طلع بقى بيموت فيا. لا عايزاكم تروحوا الاكستريم ده ولا عايزاكم تروحوا الاكستريم ده. انا عايزاكم يعني كده رزانه، اللي بيحصل حصل حاجه حلوه هاخدها وخلاص، مش هبني عليها. حصل حاجه مستفزه برضو هاخدها ومش هبني عليها ومش هتنكد ولا هحبط نفسي. ارجوكي اتعلمي تبسطي نفسك، اتعلمي تجيبي ورد لنفسك، ما فيهاش اي حاجه. احنا بس يعني ما تربناش على كده، واهالينا ما فهموناش ان ده ممكن يحصل، ان انا ابسط نفسي. انا لازم، احنا متربيين على ان دايما الانبساط يجي لنا من سورس خارجي، من مصدر خارجي خالص. جيبي لنفسك ورد، هو لازم الورد يجيلي من حته بره؟ جيبي لنفسك هديه، جيبي روج كان نفسك تجيبيه، اعملي في شعرك حاجه كان نفسك تعمليها، كافئي نفسك وهادي نفسك. الحب مش بس مجرد راجل بيحب واحده، الحب الاول لازم يبتدي من ان انا بحب نفسي قوي ونفسي اساعدها بكل الطرق. اتمنى اليوم يعدي عليكم كلكم بطريقه سموث ولطيفه وما فيهاش لا احباط ولا افوره في اي حاجه. كان معاكم مي حرفوش لايف كوتش، شوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله.